والله أنا عندي معاصي، عندي ذنوب، وعندي هواي يعني مسائل أنا أعصي بها الله سبحانه وتعالى زين، وعندي أخطاء هواي، وأني ما مرتب وضعي تعبان، وأقشمر على الله سبحانه وتعالى زين. وما أقدر أصلي يعني، لأن لو أستقيم بصورة صحيحة، أو أترك هاي المعاصي، لو ما أكذب على الله سبحانه وتعالى. أحبابي، هذا المفهوم خاطئ. أنتم هنا أحبابي قاعد تسيئون الظن بالله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى رحيم بكم أحبابي، رحيم. الله سبحانه وتعالى رحيم. صلي حتى لو عندك ذنوب، حتى لو عندك معاصي، صلي يا حبيبي، صلي. لا تسيء الظن بالله سبحانه وتعالى، لا صلي. هذا الشيطان، هذا ترى الشيطان قاعد يضحك عليك، الشيطان قاعد يدلك على طريق على اساس هو مثل ما نقول حريص عليك، ويقول لك انت لا ما يصير هيجي، وانت قاعد تعصي الله سبحانه وتعالى، وما يصير تقشمر. لو تصلي وتلتزم بصلاتك، لو لا تصلي ما يصير تصلي وتقطع، ماكو شيء احبابي. صلي حتى لو تقطع، صلي. اللي يصلي ويقطع افضل من اللي ما يصلي. واللي دا يسمعوني الان يكتبونا بالتعليق، صح ولا مو صح احبابي؟ اللي يصلي ويقطع افضل من اللي ما يصلي، لان هذا احتمال لربما صلاه من الصلوات زين يصليها ويموت عليها، يموت الله سبحانه وتعالى يقبض روح عليها وتنكتب له حسن الخاتمه. زين، مو عندنا قصص نسمعها هواي، نسمعها انه رجل كان يشرب الخمر زين، ودخل للمسجد، ومن اول صلاه صلاها وسجده ومات وهو ساجد، الله كتب له القبول. وتدرون انتم احبابي بقصص الصحابه زين، اكو ناس يعني ما صلوا اصلا، ما يعني دخلوا، يعني الله سبحانه وتعالى كتب لهم حسن الخاتمه لصدق قلبهم، بعدهم هسه داخلين بالاسلام وكتبت لهم حسن الخاتمه. فصلي حبيبي، صلي ولا تسيء الظن بالله سبحانه وتعالى، بس صلي وادعي همين، ادعي بالله، ادعي بصلاتك، قول يا ربي اجعلني استقيم على الصلاه، يا رب اهدني للصلاه. فلا اخواني، لا تعلقون الصلاه والله انا عندي ذنوب، والله انا عندي معاصي. كلنا عندنا ذنوب، وكلنا عندنا معاصي. الله يفتح بوجهكم. انشروا هذا المقطع وشاركوه ويا اسمه بالبرنامج، وخلوا الناس كلها تستفاد من هذا المقطع. بلكي الله سبحانه وتعالى احد التائبين يباوع على هالمقطع ويرجع للصلاه. الله يوفقكم ان شاء الله. السلام عليكم.